عبثا يحاول الحوثيون تلميع صورتهم أمام العالم خاصة العرب، مستغلين الحرب في غزة باللعب على وتر العداء لإسرائيل، لكن الحقيقة لا يمكن إخفاؤها كثيرا. ففي ظل الحملة الإعلامية لتلميع صورتهم فضيحة جديدة تسلط الضوء على إجرامهم ضد اليمنيين. إليكم تفاصيله. وثيقة أممية جديدة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تصدرت عناوينها انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بسبب ما وصفتها بجملة من الجرائم التي ارتكبها هؤلاء بحق اليمنيين العزل، بدءا من هجمات عشوائية على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية والاحتجاز التعسفي، ومرورا بالإخفاء القسري والعنف، ولا ينتهي عند انتهاك حقوق الأطفال وعرقلة وصول المساعدات للمحتاجين لها. آخر تقرير تم عرضه من قبل فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن أكد أن معظم الانتهاكات طالت الأطفال الذين ما يزالون الشريحة الأكبر التي تتحمل ويلات حرب الانقلاب. أما الأرقام فتحدثت عن إصابة 1436 مدنية، بينهم 253 طفلا نتيجة الهجمات الحوثية. كما وثق فريق الخبراء وقوع 341 هجوما على المنازل والوحدات السكنية والمركبات خلال الفترة بين ديسمبر 2022 إلى 31 من أغسطس عام 2023، عدا عن ضحايا الألغام الأرضية التي تزرعها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت بإصابة 440 مدنيا، بينهم 149 حالة وفاة في محافظات تعز ومأرب والجوف والحديدة. هذا ويعيش اليمن أياما مزرية للغاية منذ أكثر من 9 أعوام من الحرب. ورغم هول ما ذكره التقرير، إلا أن الخبراء الدوليين يؤكدون أن الأرقام أكثر من ذلك، وأن الحوثيون يعتمدون على التضليل وتزوير الحقائق، وهذا ربما يبدو جليا في محاولتهم لفت انتباه العالم إلى مياه البحر الأحمر كي لا ينتبه لبحر الدماء الأحمر الذي أهدروه باليمن منذ سنوات.